برازيلي أخذ كورس إنجليزي والنتيجة إنه تكلم يوناني أحسن من الإنجليزي. طيب كيف؟ تعال أحكي لك. في عام 1999 مواطن برازيلي اسمه أرماندو قرر إنه يسافر على أمريكا عشان يشتغل، بس ما كان يعرف يتكلم إنجليزي، فقرر إنه ياخد كورس إنجليزي عشان يطور من مستواه بجانب عمله في مطعم أصحابه من اليونان. وبعد سنة أرماندو صار يتكلم يوناني أحسن وأسرع من الإنجليزي، لدرجة إنه كل ما يقابلوا أحد من اليونان يحسبوا يوناني زيهم. طيب إيش اللي صار؟ كيف أتعلم يوناني أسرع من الإنجليزي مع إنه كان ياخد كورس إنجليزي وكمان عايش في بلد تتكلم إنجليزي؟ السر اللي سواه أرماندو إنه كان قاعد يركز على الجمل والمواضيع والتعبيرات اللي يسمعها كل يوم من اليونانيين، يحفظ هذه الجمل ويكررها ويستخدمها معاهم. جمل زي صباح الخير، فين حنروح، إيش حناكل، وين حنسافر. كل هذه الجمل قاعد أرماندو يركز عليها ويحفظها ويكررها. اللي سواه أرماندو بدون ما يحس هو اللي تكلم عنه أشهر الناس اللي يتكلموا لغات على مستوى العالم في الكتب حقتهم، زي جابرييل واينر، وترى هذا يتكلم 7 لغات، وستيف كوفمان اللي يتكلم 16 لغة، تخيل 16 لغة، وبيني لويس اللي يتكلم 7 لغات. كلهم أكدوا على طريقة أرماندو، ركز على جمل ثابتة واحفظها واستخدمها بشكل يومي. أرماندو سوى كده مع اليوناني، بس كيف أنت فيك كمان تسوي كده مع الإنجليزي؟ في هذا الكتاب حتلاقي معظم الموضوعات اليومية اللي حتحتاج تتكلم فيها. طيب ليش؟ لأن اللغة مرة كبيرة. خليني أسألك سؤال، تعتقد أنه أرماندو لما تكلم يوناني كان يتكلم في الموضوعات حق الكيمياء الحيوية أو الاقتصاد؟ طبعاً لا، لكن هو ركز على المواضيع اليومية اللي ما في أحد يستغنى عنها، زي كيف الحال، إيش الأخبار، فين حنروح اليوم، كيف الجو، فين حنسافر. كل هذه المواضيع أرماندو ركز عليها وجلس يحفظها. في هذا الكتاب حتلاقي أكثر من 5000 جملة مشهورة في الإنجليزي جاهزين إنك تستعملهم دحين وبشكل مباشر بدون ما تحتاج إنك تكون جمل في عقلك الأول وبعدين تتكلم. تشمل كل المواضيع اللي هتحتاجها في يومك. مو بس كده، كمان في كورس المحادثات عشان تطبق بشكل عملي. كمان جوا الكتاب حتلاقي جزء مخصوص عن البزنس انجلش عبارة عن 140 صفحة عن الميتينجز وكيف ترسل ايميل وتسوي برزنتيشن وكمان كيف تتكلم في الانترفيو. وعشان أبغاك تطبق فوراً حتلاقي مع الكتاب كتيب خطة المذاكرة. هذا الكتيب بيشرح لك إيش تذاكر وكيف تذاكره وكمان مدة المذاكرة، يعني ما حتحتاج تركز في أي حاجة، بس طبق. وعشان تقول كل الجمل صح حتلاقي 5000 جملة مسجلين بأكسنت أمريكي 100% بصوت متحدث أمريكي. مع كل ده حيوصلك كتيبات تمهيدية، أنصحك إنك تقرأهم قبل ما تبدأ في خطة المذاكرة. هذه الكتيبات عبارة عن خلاصة خبرات البوليغلوتس، وهم الناس اللي يتكلموا 7 لغات وأكثر اللي كلمتك عنهم في الأول. فيها نصايحهم وتجاربهم والأخطاء اللي سووها وكمان الطرق اللي طبقوها. اقرأ تجاربهم، والإنجليزي بالنسبة ليك حيكون زي اللعبة، عارف مداخلها ومخارجها وما في عقبة حتوقف قدامك. بالنسبة لهذه الكتيبات هي مو بس مفيدة في اللغة، ولكن كمان حتفيدك في حياتك الشخصية والمهنية. كتيب ذاكرة ضد النسيان، هذا الكتاب مرة مهم، حيعلمك كيف تتذكر أي حاجة أنت تذاكرها وما تنساها. كتيب انترفيو بلا أخطاء، كمان هذا الكتاب حيعلمك كيف تجتاز أي مقابلة عمل من أول مرة وبنجاح. كتيب عمل لا أعذار، هذا الكتاب مرة مهم، حينقلك من مرحلة التأجيل إلى مرحلة الإنجاز. وأخيراً كتاب 51 قانون في التفاوض، كتاب مرة مهم، هيعلمك كيف تكسب أي عملية تفاوض أنت تبغاها. هذه الباكج حتخليك زي أرماندو، بس بدل ما تتعلم يوناني حتتعلم إنجليزي. إيش مستني؟ اطلب الباكج دحين واستثمر في نفسك توصلك إلينا البيت.